الحقيقة إحياء ذكرى الوفاة، أنا مش عارفة لحد دلوقتي. إحنا في مصر هنا دايما بنحيي ذكرى الوفاة، معرفش ليه، مع إنه يوم مش حلو خالص. بس ممكن نكون بنعتبره إن هو يعني يوم الوفاة ده يوم مثلا ما حصلش، أو كأن اللي مات ده معانا وباقي، فبنحتفل بإحياء ذكراه وإن إحنا نفتكره. مش فاهمة ليه. إحنا طبعا اللي بيموت بنفتكره دايما، مش بننساه، ولكن ذكرى الوفاة تبقى هي من معالم طقوسنا في مصر، ان احنا بنحتفل بيوم الوفاة ده اسمه ذكرى سنوية. حتى اللي ليه اب متوفي بيعملوا ذكرى سنوية، او اي حد متوفي بيعملوا له الذكرى السنوية دي احياء، يعني مش عارفة احياء لايه، يعني احياء لليوم اللي مات فيه مثلا ولا ايه، مش عارفة. ولكن دي طقوس احنا اتعودنا عليها. حتى يوم 30 مارس يوم وفاة عبد الحليم هو يوم ذكرى وفاته. بيتعمل طقوس، بتتفتح المقابر وبيروحوا يزوروا القبر بالنهار، وبالليل بتتفتح الشقة. ولكن لينا كذا سنة الذكرى بتيجي في رمضان، فبتيجي في رمضان، فالناس بتروح المقابر بس، لكن الشقة مش بتتفتح عشان ظروف رمضان. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن ذكرى وفاة عبد الحليم. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. معاكم أمل في أعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. ذكرى وفاة عبد الحليم. الحقيقة عبد الحليم اللي كان بيقف على المسرح بكل قوته وشجاعته وصحته، بيقف فعلا كأنه مفهوش أي مرض أو أي عيا، خلت ناس كتير قوي تفتكر إن عبد الحليم بيتمرض، مش عيان أصلا. فده عمل صدمة كبيرة قوي للجمهور اللي بيحاول يصدق إن عبد الحليم مش عيان، ويا ريت يكون مش عيان ويعيش مدة أطول. لكن الصدمة الحقيقية كانت يوم وفاته، لأنه فعلا اتوفى وعمره 47 سنة و9 شهور. والسادة، جاءنا الآن الخبر الأليم التالي: توفي اليوم في مستشفى كينغز كوليدج بلندن فنان مصر والشرق، الفنان الشاب المحبوب عبد الحليم حافظ. اتوفى ومات عبد الحليم اللي قالوا عليه بيتمارض. يعتبر طبعا في سن الشباب، وكانت صدمة قوية قوي حقيقة. كتر خيرهم كلهم اللي استحملوا يوم الوفاة، سواء الأهل أو الأحباب أو كل محبي عبد الحليم في الزمن والوقت ده. لأن أنا لما بتفرج على الذكرى دي أو إذاعة الخبر نفسه، جسمي بيقشعر كده، وبحس إنه فعلا أنا كنت معاهم في اليوم ده، أو هما إزاي استحملوا يوم وفاة عبد الحليم. لكن عبد الحليم اللي مات وعمره 47 سنة و9 شهور، نقول 48 سنة، عاش على عمره أعمار كتيرة. لأنه لو كان عايش دلوقتي كان يبقى عمره حاجة و90 سنة، فهو فعلا عايش حاجة و90 سنة. مش عمره، والعمر مش بطول السنين ولكن بطول السيرة، فهو موجود معانا وباقي عبد الحليم لحد دلوقتي. ماشي الطريق من جنبنا، ماشي الطريق. لأن عبد الحليم سابق عصره بمراحل كتيرة قوي، والدليل على كده هو بقائه لحد دلوقتي، والدليل على كده وجودنا بنتكلم عليه، وعلى قد ايه بنطلع حاجات جديدة لسه. هو ميت اهو من الذكرى دي 48، هو لسه بنطلع له حاجات جديدة، حاجات حلوة بنسمعها لأول مرة، حاجات بنشوفها لأول مرة. قد ايه هو عامل حاجات للسنين دي، عامل حساب الزمن. لأن عبد الحليم هو الحب، هو الوطن، هو الصدق. كان صادق في كل حاجة، لأنه كان فعلا مريض جدا، لكن بيقف على المسرح من كتر ما هو بيحب قد ايه يوصل احاسيسه ومشاعره. كان بيقف كده على المسرح بكل قوته. قصرت وندمت كثيرا، لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك. بيغني من قلبه. في حاجة كمان في عبد الحليم لاحظوا كده وهو بيغني على المسرح، بيغني بكل أريحية، مرتاح كده وهو بيغني. مش شوفوا كده ناس بتغني على المسرح تحسوهم بيتعذبوا وهم بيطلعوا الكلمة طالعة منهم من، يعني عارفين اللي هو كل حتة فيهم كده بتتحرك عشان تطلع الكلمة. عبد الحليم بيغني هو واقف كده، ما بيزعقش. قال ليه جاي الزمان يداوينا. مش بيعلي صوته عشان يوصل، صوته واصل اصلا وهو بيتكلم. حتى في الاغاني التقيله، حتى في الاغاني الصعبه بيغنيها، لو زعق ولا ارتفعت نبره صوته فهي نبره طبيعيه. فرحان عايز
النبره طالعه بعذاب ولا بتعب ولا بألم، زي مطربين كتيره بشوفهم بيطلعوا الكلمه كده عارفين اللي هو بالعافيه، بيغنوا بالعافيه. لا، عبد الحليم بيغني بكل راحه. الأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وبدمي. وكمان عبد الحليم بقائه معانا كمان بروحه، وكمان بحاجه من ريحته اللي هو بيته، اللي هو كاتبه في الوصيه ان هو لازم يتفتح بيته للمحبين. هو كان فتحه صراحه عامه، لكن طبعا عشان هي منطقه سكنيه وبيته في ناس ساكنه عملوا يوم الذكرى، وبرده يعني ده حاجه كويسه. ولكن في ظروف منعت السنين اللي فاتت ان البيت يتفتح، فاتفتح يوم 14 12، وبيقولوا ان هو هيتفتح تاني برده بس بعد العيد، لكن لسه ما اتعملش تاريخ مخصوص ليوم الزيارة دي. فإن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نروح ونزور البيت مرة تانية، لأنه فيه ريحة الحبايب، والبيت بيستقبل كل الزوار وكل المحبين، كل الناس بتروح صغير وكبير. انا شفت بصراحه ناس كتير قوي، اعتقد الناس العجوزه اللي راحت دي بقى خلاص دولت كانوا فعلا بيحبوه وبيروحوا له، اكيد شافوه في حياتهم كمان. ناس يعني تقيله كده، ناس كبيره في السن، وتحسهم ناس كده عندهم مشاعر، يعني ما قالوش ايه ده احنا ايه اللي يودينا بقى وخلاص كبرنا على الحاجات دي. لا، هم لسه مشاعرهم وعواطفهم عايشه برغم مرور السنين. بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل. فرحمة الله على روح لم تفارقنا أبدا، معانا، هو معانا بصوته وفنه وبحب الجماهير ليه، لأنه هو حب كمان مش حب عادي. أنا ما شفتش حد بيحب مطرب إلا لو كان يعني حب المطربين العادي ده، لكن عبد الحليم لا، حبه من نوع آخر. الناس بتحبه حب ليه، هو حب شخصي كمان. ربنا حط فيه القبول وحط فيه المحبة. هو ما خلفش أولاد، لكن خلف كتير بيدعوا له. ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا. جماهير كثيرة بتدعي له من كل البلاد العربية، مش بس مصر. هو ابن الوطن العربي كله، الوطن العربي كله بيحبه جدا، وهو كان بيحب الوطن العربي فعلا جدا، وكان فرحان قوي في كل حفلة بيعملها بره مصر كمان، كأنه بيعملها في بلده بالظبط. سافرت كتير معاه كتير كتير معاه. ويوم جنازته يشهد على حب الجماهير ليه. الناس كانت بتعيط بحرقة شديدة، بألم شديد، كأن اللي فارقوه ده حد من أهلهم، مش بس واحد مطرب مات وخلاص. لا، ده واحد محبوب، واحد من الأهل. فكانت الجنازة بتاعته من الجنازات اللي ليها علامة كبيرة في مصر. يوم الذكرى ده أنا كنت بستناه دايما، كنت أجي من المدرسة جري علشان أفتح الراديو وأفتح التلفزيون. كان التلفزيون طبعا ما فيهوش كل الحاجات دي بقى دلوقتي، القنوات الكتيرة دي، فكان الفيلم لما يفوتني بزعل قوي، مش القعادة بقى ألاقيه على قناة إيه ولا إيه، ما كانش في الكلام ده. في التسعينات كانت القنوات لسه قنوات محدودة جدا، ما كانش الفيلم بيتعاد مرة تانية. كنت اجري بقى من المدرسة جري عشان الحق حكاية حب ولا شارع الحب ولا ايا كان الفيلم اللي شغال. وفي السهرة بالليل كان مسموح لي ان انا اسهر في اليوم ده، طالما ده ذكرى عبد الحليم بقى خلاص. انا بقعد ادور من قناة لقناة، اخش من القناة الاولى للتانية للتالتة، قناة النيل، بدور على كل حاجة بيتكلموا فيها على عبد الحليم، وببقى فرحانة جدا جدا ان التلفزيون كله عبد الحليم. في يوم ذكراه التلفزيون كله بيبقى عبد الحليم، البرامج كلها بتتكلم عن عبد الحليم. الراديو صوت العرب من اول النهار لحد اخر اليوم هو بيتكلم عن عبد الحليم، وكمان البرنامج العام، وكمان الشرق الاوسط، كل القناه، والشباب والرياضه. لكن اللي بيبقى اليوم كله عبد الحليم بس صوت العرب. فكانت بصراحه بالنسبه لي الذكرى دي جميله قوي. لما بقى دلوقتي في نت وكده، طبعا عبد الحليم مش بيفارقنا خالص، احنا بنجيب الحاجه اللي احنا عاوزينها من على النت، بس برضو ما زلت لازم اتفرج في التلفزيون المصري بتاعنا على الاحتفال بعبد الحليم. ببقى عايزه كده يعني ما يقلش احتفالهم بيه. موعود ودايما بالجراح موعود
مش عاوزه كنت الناس تنسى انه الذكرى بتاعت عبد الحليم، لا عايزاه يفضل كده. الذكرى دي حاجه تفضل مميزه موجوده، علشان ويمكن ده معناها او يمكن دي فايدتها انها بتعمل ايه، يعني زي ما تقولوا كده ريفرش للفنان. انه معانا اهو، ان احنا ما ننسناكش، بتبقى اهداء ليه، يعني اهداء لروحه. بنقرا له الفاتحه، بندعي له، كل حاجه حلوه بنعملها برضو اكتر عن اي يوم تاني، يعني عشان ده اسمها يوم ذكرى، احنا بنتذكره مع بعض بقى كلنا. شوف يا قلبي شوف يا قلبي شوف. فالحقيقه انا مش ببقى عارفه اتكلم عن يوم الذكرى ده، يعني مش ببقى مجهزه له حاجه، زي المره اللي فاتت والسنه اللي فاتت قلت تقريبا نفس الكلام ده، لانه كلام بيبقى من قلبي، فمش محتاج ان انا اجهز له اي حاجه. هو ده حقيقه، يعني اللي بيحصل في ذكرى عبد الحليم اللي انا بقوله ده معروف. حتى دكتور مصطفى الفقي كان مستضيفينه في قناه من القنوات ايام ذكرى عبد الحليم، هو كان موجود في لندن وقت ما عبد الحليم اتوفى. فبيقول انا كنت عنده قبل ما يتوفى بيومين بالظبط، وكنت قاعد بتكلم معاه وكان كويس جدا وعادي زي ما بيعمل اي عمليه. لكن بعد يومين لقيت الخبر في التلفزيون في لندن. انا اتفاجئت وما صدقتش، واتصلت وعملت اتصالاتي وافتكرت انها اشاعه من ضمن الاشاعات، لكن اتضح ان هي حقيقه. كل العرب اتجهوا اللي في لندن لمستشفى كينجز كوليدج لندن هناك، ووقفوا اتجمهروا قدام المستشفى عشان يودعوا عبد الحليم. وكل رؤساء العرب اصروا انهم يبعتوا طيارات على لندن عشان تنقل جثمان لمصر، لكن مصر قالت ان عبد الحليم هيرجع على طيارة مصر للطيران. ده قال واجب من بلده انه يرجع على الطيارة، وتلف الجثمان بالعلم المصري، وكانت جنازة مهيبة رحل فيها الجسد ويبقى معنا الروح، لان الانسان بسيرته الطيبة مش بعدد سنين عمره اللي عاشه. وعمل بليغ حمدي اغنية النعي لعبد الحليم، اللي هي اغنية بنلف نلف نلف. والسنين بتلف تلف تلف، وألم بيزيد وجراح بتخف. صراحة هي أغنية صعبة جدا، لكن هي حلوة، بتعبر عن حزن وفراق أغلى الناس. حبيبي بنودع ربيع ونستقبل ربيع، عبد الحليم وأعز الناس عبد الحليم، ويصبح ذكريات مجرد ذكريات، من ضمن الأغنيات. هو باقي معانا، بس كان لازم برضو يبقى مخصص له حلقة للذكرى. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى ما تكونوش نسيتوا اللايك والاشتراك في القناة. دي أقل حاجة بقى نعملها لعبد الحليم، إن نكبر قناته لأنها حاملة اسمه، فما يصحش إن تكون القناة بعدد قليل من الناس. لازم القناة تبقى قناة كبيرة تليق بفنان مصر والوطن العربي عبد الحليم حافظ العندليب. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا جدا على المتابعة.